فليمنج لليسرى وفليمنج لليمنى جايبين لك اسهال ومزعلينك، تعالى وانا اظبطها لك بامر الله. تعالى، انت بتعمل كده صح؟ في فليمنج لليسرى انت بتقول له حركه مجال تيار حصل، بس دي مزعلاك. ضم لي ايدك كده، ضم لي ايدك كده، مش كده ها، كده ضم ايدك ها. الكتير هما المجال واللي فاضل هو التيار، وظهر ايدك القوة. الكتير هما المجال واللي فاضل هو التيار، مجالات، تيارات، حركات، قوات. يا سلام، نقول من تاني: مجالات، تيارات، حركات، قوات. يا سلام. وكان فين؟ كان فين هواك من بدري يا ابو موسى؟ كان فين؟ تعالى. الكتير هما المجال، فيا مستر المجال داخل. ادي يا مستر المجال داخل اهو، المجال داخل، وادي ده التيار. ايدك الشمال انا شغال فليمنج لليسرى، السلك انا مديله تيار وحطه في مجال، فمجال مع تيار يعملوا لي حركة، يعمل لي قوة مغناطيسية. فادي يا مستر المجال داخل، وادي يا مستر التيار لأعلى. مظبوطة. بص على ظهر ايدك وليس ببطن ايدك، بطن ايدك بصة يمين، ظهر ايدي بصة شمال. فاقول له في هذه الحالة السلك يتحرك الى اليسار. طب دي مزعلك، خد دي، بس مش هتزعلك دي. تعال حدد لي مجال السلك كده. طبعا سيادتك عارف ان مجال السلك بحدده بايدي اليمين، بايدي اليمين ها، بايدي اليمين. هقول له التيار لاعلى، فالسلك هيعمل لي هنا اكسات وهنا نقط. حلو كده. اكسات مع اكسات يبقى دي منطقة جمع، اكسات مع نقط يبقى دي منطقة طرح. فليمنج لليسرى القوة المغناطيسية تقع في منطقة الطرح. مش دي منطقة الطرح؟ فالقوة في منطقة الطرح، لأن ده مجال كتير غني، ده مجال قليل فقير، فأكيد الفلوس هتنتقل من الغني للفقير، أكيد المجال هيمشي من الكبير للصغير. فالباشا ده لما يمشي هنا كده ياخد السلك معاه، فأقول له يتحرك إلى اليسار. فليمنج لليسرى السلك يتحرك في منطقة الطرح. جدع. امتى استخدم فليمنج لليسرى يا مستر؟ لما يديني المجال والتيار، او اسمع كلمة لكي او حتى يتحرك سلك. سمعت كلمة لكي يتحرك سلك؟ حتى لو مديك الحركة استخدم فليمنج لليسرى. بمعنى اداك الحركة او اداك المجال وقال لك ايه؟ لكي يتحرك سلك كما هو موضح بالشكل. ما هو لكي يتحرك محتاج تيار، فحتى لو هو عايز التيار استخدم فليمنج لليسرى. ها، يسرى يسرى. خش يا معلم على فليمنج لليمنى، ده الفصل الثاني. فليمنج لليمنى الفصل الثالث. أول لما تسمع كلمة مستحث أنت يا صديقي في حضرة الفصل الثالث. وده سلك مستقيم. بعمل إيه في السلك المستقيم؟ أكيد بحطه في مجال، المجال ده حبيب الملايين. الاختلاف إيه بقى؟ الفصل الثاني أنا بدي تيار فالسلك بيتحرك فبنقول له فليمنج لليسرى. طب الفصل الثالث أنا اللي بحرك السلك، فأنا اللي بحرك، وكده كده موجود مجال فهيولد تيار. طالما هيولد تيار قال لك لكي يمر تيار، عشان مش عارف اعمل تيار كلمة مستحث، فانت يا صديقي في حضرة الفصل الثالث وانت في قاعدة فليمنج لليد اليمنى. يا مرحبا بك في فليمنج لليمنى. ايدك اليمين ها، ايدك اليمين، اليمين ها، طلع لي ايدك اليمين. ادي اليمين يا مستر. سيادتك بتقول حركة، مجال، تيار صح؟ ودي مزعلاك وجايبه لك اسهال. ضم لي ايدك، ضم ايدك كده، ضم ايدك بس اليمين ها، اليمين نفس الكلام. الكتير هما المجال واللي فاضل هو التيار، وظهر ايدي يا مستر الحركة. تعالى، ادي المجال داخل، ادي ظهر ايدي باصص يمين، فيا مستر التيار لاعلى. تاني كده، المجال يا مستر داخل، ظهر ايدي باصص هناك يمين، فاستنتج ان التيار طالع لاعلى.
أو يا مستر أبو موسى يقول لك إيه؟ فليمنج لليسرى القوة في منطقة الطرح، فليمنج لليمنى القوة في منطقة الجمع. هنا القوة يمين صح؟ دي إكسات، وأنا هنا هستخدم فليمنج لليمنى فهقول له القوة في منطقة الجمع. فأعمل هنا إيه؟ تفتكر هعمل إيه؟ إكسات ولا نقاط؟ قول، مستنيك. إكسات جدع، قول له هنا إكسات وهنا نقط. فالمجال الجديد اللي اتعمل إكسات ونقط، وطبقا لإيدي اليمين لأن أنا بحدد مجال السلك بإيدي اليمين، عشان السلك ده يعمل هنا إكسات اللي هي الجديدة دي لازم التيار يبقى لإيه؟ لأعلى. الكتير هما المجال واللي فاضل هو التيار، وظهر إيدي القوة. كده كده إيدك أهي، ظهر إيدي كده بصة يمين. طب كده ظهر إيدي بصة شمال. الكراسة قدامك ها، لو انت عامل كده ظهر ايدك خارجة من الصفحة، طب كده ظهر ايدك داخلة للصفحة. الكتير هما المجال واللي فاضل هو التيار، وظهر ايدي الحركة او القوة. فليمنج لليسرى القوة في منطقة الطرح، وفليمنج لليمنى القوة في منطقة الجمع. ملكش حجة. سلام.